بسم الله الرحمن الرحيم. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. نقدم لحضراتكم معلومات تثقيفية عن العملة المصرية، نحلق في سماها، نغوص لنستخرج خفاياها. وأتحدث معكم عن النصف مليم كافئة مصرية من السلطان حسين كامل إلى نهاية النص مليم. النص مليم حسين كامل كما هو موضح مع حضراتكم هو 1917. الوجه السلطنة المصرية نص مليم. الظهر السلطان حسين كامل. في هنا تحديدا حرف ال HR في المكان ده تحديدا، يبقى دون مليم من السلطان حسين كامل زي ما قلنا. الوجه السلطان حسين كامل، والظهر السلطنة المصرية، والفئة والتاريخ 1335 1917. يليه مليم الملك فؤاد. الملك فؤاد بالبدلة الملكي، وهو حرف الاتش تحديدا مكانه مكان حرف الاتش في هنا بالظبط. يبقى مليم الملك فؤاد الأول ملك مصر، الوجه عليه فؤاد الأول ملك مصر، الظهر عليه المملكة المصرية 1342 1924 بحرف الاتش من أعلاه المملكة المصرية. يليه نص مليم الملك فؤاد. البدلة التشريفة، الوجه عليه صورة الملك فؤاد الأول ملك مصر، الظهر عليه المملكة المصرية نص مليم 1348 1925. ودون عليه حرفين بي تقيلة، بي خفيفة، بي تقيلة في هذا المكان تحديدا. في هذا المكان تحديدا دون بين التاريخين 1348 1925. يبقى الوجه عليه الملك فؤاد ملك مصر، الظهر عليه المملكة المصرية، نقول فيها والتاريخ 1348 1925 وحرفي البي في هذا المكان تحديدا. مليم الملك فؤاد تشريفة، الوجه عليه صورة الملك فؤاد الأول ملك مصر، الظهر عليه
المملكة المصرية، والفئة نص مليم، والتاريخ، وعليه حرف الاتش أعلى في المكان ده تحديدا، أعلى ما بين التاريخين حرف الاتش. نهاية النص مليم المصري من حسين كامل إلى نهاية الملك فاروق الأول. هو فاروق الأول ملك مصر، الوجه عليه صوت الملك فاروق، الظهر عليه المملكة المصرية، نص مليم 1357 1928، وده بدون حروف. يبقى كده انتهينا من الفترة اللي فيها نص مليم، وهم كلهم يبقوا 5 قطع: مليم سلطان حسين كامل، مليم الملك فؤاد ملكي، نص مليم الملك فؤاد ملكي، نص مليم الملك فؤاد ميري بتواريخه، نص مليم الملك فاروق الأول ملك مصر. ويبقى كده انتهينا من النص مليم كفئة مصرية، ومعادش السك بعد كده النص مليم في المرحلة الجمهورية. شكرا لحضراتكم حسن إصغائكم واستماعكم، وإلى محاضرة أخرى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.